بص، هو حضرتك اللي حصل بالظبط ان لقينا على الساعة 2 كده جت عساكر امن مركزي، جت وقفت في شارع القصر العيني، وقوات جيش وشرطة عسكرية جت وقفت عند جامع عمر مكرم. وبعدين بدأوا ينفذوا حاجة زي تشكيل عندهم أو حاجة زي كده يعني. ودخلوا على الميدان مرة واحدة، فضوه بالقوة وبالرصاص الحي. فالناس بدأت تجري في الشوارع الجانبية، وجرينا ناحية عبد المنعم رياض وطلعت حرب وشارع الفلكي هنا. بعدين بدأوا هم يرموا قنابل غاز مسيلة للدموع عشان ما يخلوناش نخش تاني، بيضربوا غاز تاني. عشان ما يخلوناش نخش الميدان يعني. بعدين هم تقريبا عملوا الحركة دي عشان يبنوا السور يعني تقريبا. ما بين السور فين تاني؟ في الشيخ ريحان هنا، ما بين يعني في أول شارع الشيخ ريحان. المجمع يعني، عند المجمع كده. يعني هو دلوقتي في سورين هناك هنا، واحد ناحية في القصر العيني نفسه اللي هو بيودي على مجلس. مين اللي حرق المجمع ده؟ بص، هو المجمع حضرتك يعني اللي انا شفته وانا نفسي وانا موجود في الميدان، ان انا رايح لقيت المجمع بيولع، فانا نفسي ما ولعتش مجمع ماشي. ما بس يعني لقينا عساكر جيش واقفه فوقيه. ايوه انا وهو شفتها، بيولع. انا شفتها. فعساكر الجيش اللي واقف فوقيه وهو بيولع ده. هو اصلا المجمع ده ليه سلم من جوه مش سلم من بره، يعني اللي دخلوا لازم يكون من الجيش نفسه. نفسه. اساسا البنك اللي قدام المجمع فيه وحده اطفاء. طب انتوا ما استخدمتوش بنك الائتمان الزراعي، ما استخدمتوش الوحده. والمجمع ده فيه وحده. حاجه كمان مضايقانا اساسا في موضوع المجمع ده، ان احنا اساسا اول مره نعرف ان عندنا مجمع علمي في مصر ماشي. بعدين انت جاي تولول على شويه كتل، مفيش اساسا حد في البلد كلها بيقف، تولول على شويه كتل وما تولولش على الناس اللي انت ضربتهم وماتت، قتلوهم غير السحل ماشي. طب البنت اللي هي كانت بتتضرب دي ودوها فين بعد كده؟ هي البنت سليمه، لان النهارده كان مكتوب في جورنال التحرير ان هي سليمه، بس رفضت الحديث مع وسائل الاعلام. في غدا كمال دي هي اللي قلعوها الاشاره. البنت اللي كانت لابسه احمر. واحد محتاجين. كم؟ 163 واحد. هو في 163 واحد في النيابه دلوقتي. انا لو بس بعدين حضرتك احنا بقى رجعنا الميدان تاني، فاحنا راجعين عساكر الجيش جم من القصر العيني ومن ناحيه عمر مكرم عشان يخرجونا تاني. احنا عددنا في الوقت ده كان ما يزيدش عن 30 واحد، بس ما تعرفش ازاي قدرنا اننا نخوفهم. مسكتوا عساكر منهم؟ مسكنا 4 عساكر. الله اكبر ولا اله الا الله مره واحده. كل اللي حصل ان احنا ضربناهم شويه اتعاملنا معاهم بعنف بس في الاخر سيبناهم وعالجنا واحد منهم في المستشفى الميداني اللي عند كنتاكي. عالجنا واحد وواحد تاني وديناه في عربيه هونداي حمراء المستشفى، يعني حتى ما سيبناهمش يموتوا، انما هم كانوا بيسيبونا جثث في الشارع. كانوا ما يموتوا حد كانوا بياخدوه عشان ما نعدش عليهم جثث في الشارع زي الجثث. بياخدوا الجثث يخربوها، كانوا بيرموها في الزباله برضه. في الزباله. حضرتك ما شفتش الفيديو؟ شفت ماشي. بس فاجبرناهم بقى على التراجع لحد الشيخ ريحان، فهم جايين بيخشوا الشيخ ريحان لقوا السور مبني، فالسور ده هو اللي خلاهم يقعوا في بعض. خانوهم فراحوا راجعين تاني لورا كده. طلعوا بقى يجروا بس تخبوا ما نعرفش يعني. احنا ما كملناش وراهم بقى، احنا كل اللي عملناه ان ال4 عساكر دول جبناهم هنا في الميدان. السلاح اللي هو ده؟ الله ولا حصل. كل اللي خدناه بقى السلاح بتاعهم. ده سلاح، بس هو بيقول سلاح. لا احنا تفتكر ان هو يعني الميدان كله امبارح كان لابس خوذ مدروع بس.